قبل محمد نعمة بيروت الشاعر أبو فراس أو الشاعر عبد الواحد بروك اسم الحركي في الفيسبوك أبو فراس، وهو أستاذ اللغة الفرنسية في ثانوية أحمد محمد راشد بوجدود، وهو من رواد الشعراء الشباب أو عن رواد القصيدة العمودية الموزونة. السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله مساكم بخير. استجابة لطلب صديق هنا معنا، طلب أن أعيد أبيات البارحة حول القذافي. أعيد 3 أبيات. قلت: قسما برب واسع الألطاف وبيوم بعثك يا ابن عبد مناف، ما جر زين العابدين مباركا إلا وجر وراءه القذاف. ما جر زين العابدين مباركا إلا وجر وراءه القذاف. بشار لم يفهم حكاية ثورة ما صافحت أبدا يد السياف. قصيدة اليوم بعنوان في عمرها ما زالت حوالة، عمرها يومان. قول: اليوم عام مضى أرسيت باخرتي على ضفاف الهوى، هواك سيدتي. أتذكرين حين الموج باغتنا صرخت ويحك قد بللت ملحفتي. أتذكرين حين الموج باغتنا صرخت ويحك قد بللت ملحفتي. وتمارينني حينا متمازحة أماريك حينا إذا اشتدت مقاومتي، وتجلسين بجنبي لا أفارقك وتفتحين فضاء في مخيلتي. رقيقة القلب تسلي القلب ضحكتها، من تاء تأنيثها استلهمت قافيتي. فقمت أكتب شعرا صار يكتبني على قراطيس تحنو من حنى لغتي. دعوت أول سطر من حكايتنا اللاقنا فأجاب الله أدعيتي. عطر الخزامى رحيق الورد زاحمه وقت الغروب بزين الحال والصفة. وتغرب الشمس لكن قبل مغربها تراود الليل. يأتي الليل في دعتي يرخي بمعطفه الكحيل ينشره يبعث النور في أرجاء مملكتي. فتحت أبوابي الكبرى وإن غلقت تسلل النور من ثقب بنافذتي. نور تخال الناس البر